أهلا بكم في نادي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ذكي ولا غبي؟ حافظ ولا فاهم؟ وإزاي نتعامل معاه ونكلمه؟ هنعرف الإجابة النهاردة. واصل نعود. الحلقتين اللي فاتوا الحقيقة استضفنا أداتين من أدوات الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وجيميناي. وطبعا ما كانش هدفنا إن احنا نعمل ليهم أي دعاية، ولكن احنا كان هدفنا إن احنا نتعرف على أهم أداتين من أدوات الذكاء الاصطناعي وأشهرهم وأسهلهم في التعامل بالنسبة للمستخدم العادي. وطبعا كل أداة من دول لها مزايا وعيوب. النهاردة هنقرب أكتر من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا تعرفنا عليها أو ما يشابهها من أدوات الذكاء الاصطناعي. هي عبارة عن نماذج لغوية كبيرة، ده اسمها العلمي، وده معناه إن دي برامج تم تدريبها على كم هائل من البيانات والمعلومات والكتب والمراجع والمقالات والنصوص المتاحة، إما على قواعد بيانات خاصة بيها أو حتى على الإنترنت. ده في الحقيقة بيخليها تفهم إزاي البشر بيتكلموا وبيتعايشوا وبيكتبوا، وكمان بيعرفها حقائق كتيرة عن الحياة والعلم والكون بوجه عام. وهنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، إن أدوات الذكاء الاصطناعي مش بتفهم الكلام زي البشر، لكن بتتوقع الكلام طبقا للسياق. يعني لو قلت له مثلا على سبيل المثال عاوز آكل، هيرد عليك يقول لك كباب ولا بيتزا، مش عشان هو عارف انك بتحب الكباب والبيتزا، بس عشان هو اتدرب مئات المرات والاف المرات ان كلمة اكل دايما بيجي بعدها نوع اكل، كباب او بيتزا. النماذج اللغوية او ادوات الذكاء الصناعي عاملة زي واحد حفظ 1000 كتاب ويقدر يكون جمل وكلمات متناسقة في سياق واحد من أي من هذه الكتب في أي موضوع أنت تقول له عليه، بس ما عندهوش وعي وفهم حقيقي للسياق. فاصل ونعود. هل معنى ده إن نماذج الذكاء الاصطناعي ما عندهاش القدرة على الفهم والتحليل المنطقي؟ الحقيقة الإجابة نعم ولا. يعني النماذج دي بتقدر تقلد التفكير والتحليل البشري بدون فهم أو وعي حقيقي، وتقدر تدي نتائج قريبة من التفكير البشري بناء على سياق محدد أنت بتحدده في طلبك منها في الأول، وده طبعا بدون فهم أو وعي حقيقي زي الفهم أو الوعي البشري. طيب إيه اللي تقدر تعمله وإيه اللي ما تقدرش تعمله؟ في الحقيقة تقدر تعمل عمليات حسابية. لو قلت له أنا معايا 10 كلت 2، هيقول لك الإجابة الباقي 8، لكن هو ما يقدرش يفهم المغزى وراء هذه الأرقام. يعني ما يقدرش يفهم دول جنيهات ولا برتقانات ولا تفاحات. تقدر كمان تحل مسائل منطقية. يعني لو قلت لها كل القطط حيوانات، ميمي قطة، إذا ميمي حيوان، هتقول لك آه، لكن ما تقدرش تفكر بره الصندوق. يعني لو قلت لها كل القطط حيوانات، ميمي قطة، إذا ميمي أنثى، هتقول لك ها. مش هتفهم السياق لأنها مش متوقعة الكلام ده وما شافتهوش في التدريب اللي اتدربت عليه. تقدر كمان تحلل نصوص وتلخصها وتقيم آراء أو تنتقد آراء وتقارن بين رأيين في نص، لكن ما تقدرش تتخيل الواقع. يعني لو قلت لها إن السماء بني والكلاب بتتكلم، ممكن تكمل معاك الحوار على إن الكلام ده حقيقي فعلا واقعي. باختصار، النماذج اللغوية عاملة زي طالب حافظ مش فاهم. لو جاله الامتحان من نفس اللي حفظه هينجح ويجيب 100%. لو غيرت في ترتيب المعطيات وغيرت له شكل المسألة هيرصد بالتأكيد. وده لأنه بيحفظ الأنماط مش المفاهيم، والأنماط اللي هي ببساطة الشيء ده دايما لونه إيه وشكله إيه، ودايما بيجي بعد إيه وبيجي معاه إيه. الذكاء الاصطناعي مش أعمى، لكن تفكيره ميكانيكي، يعني مبني على تكرارات، أنماط تكررت آلاف المرات خلال تدريبه وخلال
المواد اللي اتدرب عليها، وبالتالي هو يقدر يستنتج ايه اللي ممكن يجي بعد كده. في الحقيقة دي ممكن تكون فايدة ووظيفة مهمة في بعض الأعمال الروتينية وفي الدراسة وفي التعليم، لكن بالتأكيد ده عيب خطير لو احتاجناه يبدع أو يفكر تفكير عميق أو تفكير منطقي. وهنا يظهر الفرق الكبير بين الذكاء الاصطناعي وبين التفكير البشري، وتظهر الحاجة الملحة دايما للذكاء الاصطناعي إن هو يعتمد على التفكير البشري، إن هو يتطور ويتعلم، ودي حاجة هو ما يقدرش أبدا يستبدلها سواء دلوقتي أو في المستقبل. فاصل ونعود. إزاي نتعامل ونتكلم مع الذكاء الاصطناعي؟ في الحقيقة أهم حاجة المفروض الواحد يعرفها قبل ما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي إنه كلما اداله تفاصيل وحقائق ومعلومات وحتى الإجابات المتوقعة اللي هو يتوقعها في سؤاله، كلما كانت إجابة الذكاء الاصطناعي أقرب للواقع والحقيقة ولما يتوقعه الشخص اللي بيسأله. الحكاية دي بتسمى علميا بهندسة البرومبت. البرومبت هو الأمر أو السؤال أو الطلب اللي بتطلبه من نموذج الذكاء الاصطناعي أو أداة الذكاء الاصطناعي تتعامل معها. ليه تفاصيل السياق مهمة جدا بالنسبة للذكاء الاصطناعي؟ لأن ببساطة الذكاء الاصطناعي ما عندهوش ذاكرة ولا عنده وعي يتابع معاك بيها الحوار. الذكاء الاصطناعي ما عندوش ذاكرة ولا وعي يتابع معاك بيها الحوار أو يتابع معاك حل المشكلة. هو بيشوف كل أمر بتديهوله، كل برومبت بتكتبه له أو بتقوله له صوتيا على إنه طلب جديد، وبالتالي من غير سياق محدد وتفاصيل مش هيقدر يعرف إزاي يوجه إجاباته، ومش هيعرف يدور فين في أنهي صفحة في أنهي كتاب عن حل لمشكلتك. وبالتالي ممكن يجاوب أي حاجة والسلام، ممكن يخبط أي إجابة أو يحدث ما يسمى بالهلوسة، وهي إنه يهبط أي إجابة وخلاص. خلينا نشوف مثال عملي. لو إحنا ادينا الذكاء الاصطناعي برومبت ضعيف، يعني أمر أو طلب ضعيف، هنقول له مثلا اكتب لي حاجة عن السفر من غير سياق، النتيجة هتكون كلام عام عن فوائد السفر ممكن ما تكونش محتاجه. بينما لو اديته برومبت قوي يعني فيه تفاصيل كتيرة عن السياق، زي أنا شاب مصري 28 سنة عاوز أسافر لتركيا لمدة 5 أيام بميزانية 10,000 جنيه، اكتب لي خطة يومية بسيطة تشمل أماكن سياحية رخيصة وأكل محلي وابعت لي النص بالعامية المصرية. النتيجة زي ما حضراتكم شايفين إجابة مخصصة عملية وملائمة لاحتياجاتك بالظبط. يبقى قلنا البرومبت هو السؤال أو الأمر أو الطلب اللي تطلبه من الذكاء الاصطناعي. كل ما كان الأمر ده مفصل وفيه بيانات دقيقة عن السياق كلما كانت الإجابات أقرب للواقع وللحقيقة. وعشان كده ظهرت وظيفة جديدة اسمها مهندس البرومبت، وده وظيفته إنه يكتب البرومبت بدقة وحرفية، يعني يعمل ما يسمى بهندسة البرومبت. فاصل ونعود. طيب معنى كده ان انا لو مش مهندس برومبت مش هقدر اتعامل مع الذكاء الصناعي؟ ابدا، بالعكس، هندسة البرومبت ده للمتخصصين، وانت بتعاملك المستمر مع الذكاء الاصطناعي في تخصصك مع الوقت هتتحول الى مهندس برومبت في تخصصك. خليني اقول لك مثال. الذكاء الاصطناعي زي الموبايل بالظبط، اي واحد ممكن يفتح الموبايل ويتصل ويعمل فيديو كول ويستقبل مكالمات، لكن الاعدادات المخصصة جوه الموبايل اللي بتحسن الصوت وتحسن جودة الصورة وتعمل فيتشرز وخصائص مش موجودة، كل ده للمتخصصين، لكن الاستخدام العادي متاح للكل. خليني اديك مثال. لو قلت للذكاء الاصطناعي اديني وصفة كشري، بالتأكيد هديك وصفة كويسة، لكن لو خصصت شوية قلت له اديني وصفة كشري لحد ما بياكلش حراق وعنده قولون، هيديك وصفة متخصصة جدا. وده الفرق بين الاستخدام العادي والاستخدام المتخصص. في الحقيقة أدوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا شايفينها حوالينا دلوقتي في كل حتة دي صممت مش للمتخصصين، بل بالعكس صممت للمستخدم العادي. والشركات الكبيرة زي جوجل
وأوبن اي اي حريصة على إنها تحسن وتطور دايما من واجهة المستخدم ومن الخصائص اللي تتيح استخدام أدواتها، أدوات الذكاء الصناعي اللي تبعها بسهولة ويسر لكل الناس. هندسة البرومبت مش شهادة أنت لازم تاخدها عشان تتعامل كويس مع الذكاء الاصطناعي وتستفيد منه. بالعكس، دي مهارة بتتعلمها بالتجربة والخطأ والتعامل المستمر مع أداة الذكاء الاصطناعي. ابدأ بسيط، عدل البرومبت، ادي تفاصيل أكتر، عيد صياغة السؤال، هتلاقي إجابة أحسن في كل مرة، وهتكون مهندس برومبت في مجالك وتخصصك. الحلقة دسمة شوية، بس أرجو إن احنا نكون أفدناكم بمفاهيم بسيطة وواضحة. وصلنا لنهاية حلقتنا ونحب نقول الذكاء الاصطناعي مش ساحر ومش غبي، هو أداة، وسر قوته مش فيه لكن في طريقة استخدامك ليه. ما تقلقش أبدا إنك مش خبير في البرومبت، ابدأ بسيط، زود كلمة، أعد صياغة السؤال، واحدة واحدة هتوصل للإجابة اللي أنت عاوزها. يا ريت كل واحد فيكم يفتح موبايله ويجرب الأوامر أو البرومبتس اللي إحنا عملناها في الفيديو ده ويقول لنا النتيجة في التعليقات إيه. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الهلوسة، وليه الذكاء الاصطناعي بيهلوس، وإزاي نمنعه من الهبل ده. تابعونا لكل جديد ومفيد في عالم الذكاء الاصطناعي مع نادي الذكاء الاصطناعي. دمتم في خير.